جايب لك بقى صديقي وصديقتي ملخص انمي عظمه، اي حاجه بتحبها هتلاقيها في الانمي ده. تخيلوا معايا مطعم اندومي بيفتح وبيكون بينافس جميع مطاعم الاندومي. مش بس كده يا صديقي، الفكره ان كل اللي شغال في المطعم دولت قطط مش بشر، لا وكمان معاهم نمر كيوت كده عزيزي، وهتعرف ليه قلت لك نمر كيوت. بس كمل معايا الانمي. ومره واحده في بنت بتيجي بتشتغل معاهم في المكان. فقبل ما نخش على ملخص الانمي بتاعنا، عايزين نوصل الفيديو دوت 5000 لايك يا عزيزي، وانضم لعيله نور يا قلب نور من جوه، ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وبيبدأ الانمي لما بنت ماسكه موبايل بتدور على عنوان مطعم الاندومي، وبتوصل المكان ولكن كل اللي شغال فيه يابا قطط مش بشر. والقطه البيضه بتقول جالنا زبون، تحب تقعدي فين يا انسه؟ فبتقول لها اي حاجه. والقطه لوزه بتقول للقطه التانيه شد حيلك شويه يا عم عجوه، الزباين ابتدوا ييجوا، لم علينا عبيدك يا رب، يا رب صبحنا وربحنا وبن عبادك ما تفضحنا، استبحتنا عسل بامر الله. والبنت بتقعد والقطه لوزه بتسالها تطلبي اندومي بطعم ايه، والبنت بتكون مكسوفه جدا بصراحه ومحتاره. فالقط لوزه بتقترح عليها اندومي بشرايح الفراخ، والبنت بتوافق. ولوزه بتقول وعندك واحد اندومي بشرايح الفراخ المخصوصه وصلحه. ولوزه بتقول لها معلش نسيت اجيب لك الميه يا انسه. والبنت بتلاحظ ان القطط بتعمل الاندومي بكل مهاره. والقط فستق بيقول للوزه برافو عليك يا بت لوزه، خليتي الزبونه تطلب اندومي بالفراخ مش اندومي ساده، وده هيكون اغلى في السعر يا بت لوزه. فلوزه بتقول له دي اقل حاجه عندي يا ولا فستق، ده انا لسه هجيب لها ازازه ميه معدنيه وهنكسب عليها فلوس اكتر. والبنت اللي اسمها ساره بتلاحظ يافطه مكتوب عليها بنعتذر لو لقيت شعر بالغلط على هدومك، احنا بنحاول نقلل ده بس غصب عننا لاننا قطط وشعرنا بيقع. وعجوه بيقول احلى اندومي سبيشال بالفراخ هتاكلي صوابعك وراه. وساره بتقول فعلا شكله جميل وبتسمي الله وبتدوق. وبالفعل يابا الاندومي بيعجبها جدا. ولوزه بتروح للمدير وبتقول له الله عليك يا مشمش يا اجمد واحسن واروع مدير في الدنيا كلها. فبيقول لها بطلي تطبيل يا لوزه وروحي علقي فروع الاضاءه قدام المحل علشان خاطر الزباين تيجي كده وتتلم علينا. فبتقول له من عينيا يا كبير. فالبت ساره بتقول له انت مدير؟ والنبي يا عم انا جاي عشان مقابله عمل يا عم، شغلني عندكم ويا رب يرزقك بمليون علبه تونه. فبيقول لها جيتي في وقتك، انا كنت اصلا عاوز حد يساعدنا في المطعم. وعجوه ولوزه بيقولوا معقوله يا مدير هتوظف بشري؟ فمش بيسالها انت بتحبي الكلاب اكتر ولا القطط؟ فبتقول له بص بصراحه انا بحب الكلاب اكتر. وبيقول لها مبروك يا بت ساره، انت اتعينتي معانا في المطعم بالصلاه على النبي. وبتكون اول مهمه لساره انها تسرح للقطط وتشيل الشعر الزياده اللي بيقع منهم بالصلاه على النبي. وبتبدا التسريح بلوزه، وبعد ما بتخلص بيجي ولا عجوه وبتسرح له. وبيقول لها يا بت ساره ايديكي تتلف في حرير، احنا لازم نسرح كل شويه عشان شعر القطط بيقع بسرعه وممكن يلزق في هدوم الزباين ويتضايقوا مننا. وبعدها بيجي فستق وساره بتساله هو ليه مدير مش شغلني على الرغم من اني بحب الكلاب اكتر من القطط. فستق بيقول لها بص يا بت يا ساره، لما بيجي حد من اللي بيحبوا القطط يشتغل معانا في المطعم بيقعد يلعب معانا، واحنا بصراحه ربنا وبنهيس معاه وبنسيب الشغل كلنا. وساعتها بنلاقي واحد بيصرخ وبيقول لقيت شعره قطه في الاكل، انا عاوز فلوسي ماليش دعوه. ولكن بيجي المدير مشمش وبيقول له احنا بنسرح كل شويه، ده غير ان كل الاطباق بنفحصها بعنايه قبل ما تنزل للزبون بالصلاه على النبي. وعلى فكره بقى ولي الشعر اللي واقع في الطبق دوت مش شعر قطه، ده غير ان لون الشعرايه اللي واقعه في الطبق مش لون اي شعرايه من شعر القطط اللي هنا. فالراجل بيقول له قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا اللي حطيت شعر في الاكل عشان خاطر اكل ببلاش واخد فلوس؟ طب ايه رايك بقى لو ما جبتش الفلوس دلوقتي انا هتصل بالشرطه ومش هقول لهم ان في شعرايه في الاكل، لا ده انا هقول لهم ان انا اكلت اكل مسمم وبايظ ووجع لي بطني، بص بطني وجعاني ازاي، بطني فلو ما رجعتش فلوسي هعمل لك هليله وافضحك يا عم مشمش. وفستق بيقول لساره ما تخافيش احنا بيجي لنا ناس زي كده كتير بتقص شعرها وبتحطه في الاكل وبتتهم المطعم بتاعنا انه مش نضيف، وده طبعا علشان خاطر ياخدوا فلوسهم تاني وياكلوا ببلاش. والراجل بيقول لي
مش هتجيب الفلوس بتاعتي بما يرضي الله ولا اعمل لك فضيحه بما لا يرضي الله. وبنلاقي ان فستق بينادي على واحده اسمها كريشنا وبيقول لها اتصرفي، عندنا واحد مشاغب ومش راضي يدفع. وكريشنا ديت يابا بتطلع نمر مش قطه، والراجل اول ما بيشوفها بيبقى هيعملها على روحه بصلاته على النبي. كريشنا بتقول له الاكل بتاعنا زي الفل، ويخلع بقى من هنا بدل ما اعمل من فخادك شاورما سوري، ولا انت ليك شوق في حاجه وعاوز تقول حاجه يا ولي؟ والراجل بيقول لها انا ما دقتش في حياتي اكل بالحلاوه دي، ده اعظم مطعم في الدنيا كلها. وبيطلع يفلق يابا. وكريشنا بتعتذر للناس وبتقول لهم لا مؤاخذه يا اخوانا، لا مؤاخذه يا جدعان، كل واحد يكمل اكله بالف هنا والشفا على قلبه. وفستق بيقول لها الله ينور عليك يا كريشنا، ولكنها بتقعد تعيط وبتقول انا مالي انا ومال الشغلانه ديت، انا مش عايزه ابقى حارسه يا عم، انا نمره كيوت ومش بحب العنف يا اخوانا. وفستق بيقول لها معلش يا بنت كريشنا لقمه العيش صعبه، وفي حالتك انت ديت هتبقى عيش باللحمه مش عيش حاف. وطبعا انت اول مره تشوف نمر كيوت، ولكن يابا مع قناه ملخصات نور مفيش مستحيل. انزل اعمل لايك بقى يا عم واشترك في القناه. وفستق بيقول لساره بصي بقى انا هسيبك تسرحي لكريشنا وهروح اكمل الشغل. فساره بتقول له يا عم انت عاوز تسيبني مع نمر لوحدنا، انت عبيط ولا ايه؟ لا وكمان عاوزني اقعد اسرح له؟ شكلي كده دي هتبقى اخر شغلانه هشتغلها في حياتي. وفستق بيقول لها بصي تعالى اقول لك على سر، خلي بالك عشان كريشنا حساسه قوي وبتعيط من اقل كلمه. فبتقول له حساسه ايه الله يخرب بيتك والبيوت اللي جنب بيتك. وبالفعل بتسرح لها وكريشنا بتبقى مستمتعه جدا. وبيخلص اول يوم شغل والمدير بيجي عشان تسرح له وبيقول لها برافو عليك يا بنت يا ساره، والله بسببك قدرنا نعمل شغل عالي، تعالي بقى معايا اعرفك على وظيفه كل واحد في الطاقم. وبيقول لها ولا عجوه هو المسؤول عن الاطباق الجانبيه والتتبيل، يعني هو اللي بيتبل الفراخ والسجق والشاورما والهمبرجر اللي بتحطهم على الاندومي بصلاته على النبي. ولوزه ديت تبقى اشهر قطه في المحل الدلوعه بتاعتنا، وهي المسؤوله عن الاستقبال وتقديم الطعام. والولا فستق دوت المسؤول عن الخزنه واي حاجه ليها علاقه بالفلوس. وانا المدير ومش بس كده، ده انا اللي بعمل الاطباق الرئيسيه. واخيرا البت كريشنا وهي الحارسه بتاعتنا، وفي نفس الوقت هي اللي بتعمل الاندومي من البدايه، يعني هي اللي بتعمل العجينه والتشكيل. ما اصل احنا يا بت يا ساره مش بنشتري اكياس اندومي جاهزه، لا ده احنا بنعمله من البدايه خالص عندنا. وساعتها ساره بتعرف عن نفسها، بس المدير بيبقى عارفها لانها تبقى بنت مالكه المحل اللي قبلهم، وامها هي اللي باعت ليهم المحل. وساعتها مش بيشكرها، فلوزه بتقول له يعني هي اتعينت واسطه وكوسه، يعني ما هو حياه البشر سهله مش زي حياتنا، احنا القطط طلعان عينينا. وبتقول للمدير انا طالعه انام يا عم مش دي بقت عيشه تاثر العمر. وساعتها ساره بتقول هي لوزه زعلت مني ليه؟ فبيقولوا لها معلش بس في شويه حاجات مضايقاها. وعجوه بيدي لساره اكل تاخده معاها وهي مروحه. وفستق بيقول لها بص يا ساره بكره باذن الله هنفتح الساعه 9 بالصلاه على النبي. وبتخرج ساره وبتقول يا مفاصلي يا ظهري ياما. وبيجي اليوم اللي بعده وساره بتخش وبتسلم عليهم، ولوزه بتقول لها فستق مستنيكي جوه على فكره يا ساره. فبتروح لفستق وفستق بيقول لها احنا عملنا لك خزانه تحط فيها اغراضك بالصلاه على النبي. فبتقول له عليا النعمه انت احلى فستق في الدنيا كلها. وبيبدا التمشيط واول دور بيكون على كريشنا، وبتقول لها الله عليك يا بنت يا ساره، الواحد قبلك ما كانش حاسس انه عايش. وبتطلع منها كميه شعر كبيره. وبيجي دور مشمش وبيقول لها التمشيط بالنسبه للقطط مهم نفسيا يا بنت يا ساره، وبيريح الاعصاب وبيخلينا نقدر نشتغل. عظمه على عظمه والله يا بنت يا ساره. وبعد كده بيجي دور الولا عجوه وبيقول لها يا كنت فين من زمان قوي النبي الحته دي اعمليها كويس، كنت فين من زمان يا بنت يا ساره، ده احنا ما كناش عايشين. وبعدها بيجي دور فستق وبيقول لها حاولي ما تجهديش نفسك يا بنت يا ساره علشان خاطر ايديكي ما توجعكيش بالصلاه على النبي. وبعد ما بيخلص بيمر وقت كبير ولوزه مش بتيجي. فساره بتروح تناديها وبتقول لها مش هتيجي عشان تسرحها يا لوزه؟ فبتقول لها لا مش عاوزه منك حاجه. واضح كده عزيزي ان لوزه مش طايقاها، ولكن المدير بيقول لها امشي نجر يا بنت يا لوزه سرحي. فبتقول له خلاص يا عم المدير ما تزقش. وبتقول لساره انت هتسرحي لي بمشط سرحتي بيه قبل كده ولا ايه؟ لا انا عاوزه مشط جديد لوحدي ويكون لونه بامبا ماليش دعوه تصرفي. وبعد كده لوزه بتخلص وبتروح تقدم الاكل للزباين. وبعد كده ساره بتقول لازم ننضف الاوضه اللي عامله زي الزريبه دي، وبتقول استعنا على الشاي بالله وبتبدا تنظيف. وبتلاقي في كراكيب القطط مخبيين اكل ولعب وحاجات كتير قوي.
وبتخلص تنظيف وبنلاقي كريشنا بتقول لفستق انا عاوزه حد يساعدني في عمل الاندومي يا عم، انا ظهري وجعني وما بقتش حمل الطلبات دي كلها لوحدي. فبيقول لها خلاص يا بت كريشنا خلي ساره تساعدك. فبتقول له بس هي مش بتعرف تعمل عجينه الاندومي. فبيقول لها علميها واكسبي فيها ثواب، ده حتى تتعلم منك صنعه. وبالفعل كريشنا بتروح تناديها بس بتتخض لما بتلاقي الغرفه بتلمع من كتر التنظيم والنظافه. وفستق بيقول لها انت اللي نظفتي كده؟ فبتقول له هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ فبيقول لها لا طبعا، ده انا هصرف لك مكافاه على تعبك ده. ولكن عجوه بيقول يا نهار اسود ومنيل، مخبئي اختفى، ده انا كنت بسرق الاكل واجي استخبى هنا واسمع اغاني وكنت بروق على حالي. وفستق بيقول لها شكلك تعبتي، روحي استريحي بقى ونكمل شغل بكره. ومش بيقول لها استنى اديكي وجبه مخصوص. وفستق بيقول لها امسكي، ده بيان توظيفك في المحل بالصلاه على النبي، تقدري كده تغيري الوظيفه بتاعتك في البطاقه او الهويه، وكمان احنا فتحنا لك حساب في البنك عشان نحول لك عليه المرتب كل شهر يا بت يا ساره. ولكن ساره بتمسك الورقه وبتقعد تعيط. وفستق بيسألها مالك بس بتعيطي ليه؟ احنا قصرنا معاكي في حاجة؟ فبتقول له لا يا عم، اصل انتوا لطاف قوي، وشغلي القديم كانوا بيعاملوني وحش وكانوا بيشغلوني كتير وبيعاملوني بقسوة. ولوزة بتكون سامعة وبتقول في سرها شكلي ظلمت البت سارة، حياتها فعلا صعبة زينا. ومش بيقول لها معلش يا بنتي، معلش يا بنتي قطعتي قلبي والله، بصي بقى انا عملت لك طبق مخصوص اللي هيروق عليكي. ولوزة بتقول له يا ريتنا يا عم مش نتعامل المعاملة الحلوة دي وتعمل لي انا كمان طبق مخصوص. فبيقول لها بس ام كيرش انت واكله 3 اطباق النهارده. فيا عزيزي المشاهد لو الانمي عجبك وعاوزنا نكمل فيه انزل يابا اكتب لي في كومنت، وما تنساش تشترك في القناه عشان لما الحلقات الجديده تنزل توصلك اول واحد بالصلاه على النبي. وبيبدا الانمي لما بنشوف ساره مستعجله على الشغل، بس لما بتوصل بتلاقي المدير لسه صاحي والكل كانوا نايمين اصلا. فبتقول لهم يعني انا ماشي عمال اجري في الشوارع وانتوا لسه مفخدين وكل واحد نايم لي؟ فالمدير بيقول لها لا مؤاخذه بت ساره، انت عارفه بقى ان القطط بتحب النوم والدلع وتعيش حياه الرفاهيه. وبتبتدي بتسريح القطط. والمدير مش بيقول لها بالله عليك يا بت ساره ساعدينا في غسيل الاطباق النهارده. فلوزة بتقول له ده عندهم مكوالي، احنا فكره المطعم بتاعنا ان كل اللي بيشتغل فيه من القطط بالصلاه على النبي، ولو الناس شافت ساره اكيد محدش هيجي لنا تاني. فمش بيقول لها النهارده الجمعه يا بت يا لوزة وبيبقى عندنا زباين كتير بالصلاه على النبي، وبعدين لو انت يا اختي معترضه يبقى تغسلي الاطباق انت. فبتقول له ده عند ام لطفي اللي بتنور وتدفى يا ولي، انا كفايه عليا تقديم الطلبات للزباين بالصلاه على النبي. وساعتها عجوه بيقول لها فكك من النوم وسرحي لي. والمدير مش بيقول انا كنت متاكد انك دماغك ناشفه يا بت يا لوزة وهتتعبي اللي جابونا معاكي. وساعتها بيجي القط فستق وبيقول لهم سلام عليكم، يلا بقى عشان نشتغل يا رجاله ونلحق نجهز المطعم للزباين، صلاه الجمعه يا جدعان قربت تخلص والمحل هيبقى زحمه. فلوزة بتقول له ماليش دعوه يا عم انا مش هشتغل طالما انتوا عاوزين ساره الناس تشوفها. وفستق بيقول لها انا كنت متاكد انك هتعندي معانا، اما انت قطه براس قلب صحيح. وعجوه بيقول لها كملي تسريح ليا وسيبك منهم دول شويه متخلفين. وفستق بيلبس ساره لبس تنكر على شكل قطه بالصلاه على النبي، بس لوزة بتقول له باين قوي انها بشريه يا عم فستق. فبيقول لها بس شكلها كيوت وظريف والله. فبتقول له يا عم قلت لك 100 مره احنا محل قطط، احنا محل قطط، اغنيها لك يا عم فستق؟ ما ينفعش يابا الناس تشوف بشر شغالين هنا. ففستق بيقول لها ما قداميش غير حل واحد بس، وبيديها لبس مغطي وشها. فبتقول له براوة عليك يا فستق كده الناس هتفتكرها قطه سودا. والمدير بيقول عليا النعمه انت متخلفه يا لوزة، يعني كده الناس مش هتعرف انها بشريه عشان خاطر غطت وشها وحطت ودان قطه. فلوزة بتقول له امال ده تنكر ممتاز خالص وفي قمه الواقعيه. والزباين بتبتدي تخش بالفعل. ولوزة بتقول لهم اتفضل يا هاني اتفضل يا بيت طبق الاندومي ب10 جنيه، لم علينا عبيدك يا رب استفتحنا عسل باذن الله. ولكن الزباين بيلاحظوا ان في بشريه شغاله في المطعم وبيقولوا يا ترى هي لابسه اسود كده ليه ومغطيه وشها، معقوله شكلها وحش عشان كده مغطيه وشها. وساره بتبقى حزينه ومتضايقه جدا. وفستق بيروح ينزل الميه للزباين، فبيسالوه هو انتوا ليه مغطيين وش البشريه اللي شغاله معاكم؟ وفستق بيقول بشريه ايه سبحان الله مفيش بشريه هنا خالص، دي قطه سودا وشكلها مش باين ولا ايه، دي شكلها قطه خالص اهو. وبيقول للوزة تنكر قمه الواقعيه، هاجه تكنيلها يا لوزة واقعيه دي تبقى امك. وساعتها عجوه بيلاحظ ان ساره واقفه متضايقه، فبيقرر يشغل تفكيرها في الشغل وبيقول لها ايه رايك تساعدينا بت ساره وتغسلي الاطباق دي.
وما تخليش اي افكار سلبيه تضايقك يا بت سور، وفكك من لوزه خالص، دي شايله دماغها وحاطه مكانها جزمه. والوقت بيمر والاطباق بتكون كتير جدا على سور، وبتقلع القناع يابا عشان تعرف تتنفس كويس بالصلاه على النبي. بس لوزه بتقول اتفضحنا، غطي وشك بسرعه يا بت ساره. ولكن ساره بتكون مركزه في الغسيل ومش بترد عليها. ولوزه بتلاحظ ان محدش من الزباين اتكلم ولا اعترض على وجود ساره بالصلاه على النبي، وبيكملوا اكل عادي جدا. وبينتهي يوم يابا وفستق بيقول لساره عليا النعمه انت اسطوريه، ده احنا عملنا مبيعات اكتر بسببك يا بت ساره، وكمان الاطباق كلها نضيفه، دي كانت بتتكوم علينا وبنقعد نغسلها كلنا بعد ما بنقفل المطعم. ولوزه بيكون شغل ساره عاجبها ولكنها بتتكبر تقول بالصلاه على النبي. ولما فستق بيسالها بتقول له يعني مقبول، ايه يعني ممكن نسمح لها تقف معانا بعد كده. وساعتها ساره بتنادي عليها وبتقول لها انا ما سرحتلكيش النهارده يا بت لوزه، وبالفعل يابا بتاخدها تسرح لها. ولوزه بتقول لها على فكره انت كنت عامله شغل عالي النهارده، بس ما تتغريش وتفتكري انك شلتي عني، على فكره بقى انا اقدر اعمل كل ده لوحدي، انا قلت بس اقول لك انك كنت كويسه. والمدير وفستق بيسمعوها وبيقول الله يكون في عونك يا ساره، لوزه دي متعبه فعلا. والولا عجوه يابا بيروح يشيل يافطه المحل، ولكن بيبقى في واحد بيتجسس عليهم وبيصور ولا عجوه بالصلاه على النبي. وربنا يستر يا عزيزي، شكل اللي فات حوار واللي جاي ضرب نار. انزل بقى اعمل لايك يا صديقي، لان لو الفيديو دوت وصل 2500 لايك هفهم ان الانمي عجبكم وهكمل فيه بالصلاه على النبي. وبيجي يوم اللي بعده وساره بتكون بتسرح لفستق وبيقول لها عليا النعمه انت عالميه بنت ساره، بس يعني ممكن تساعدي كريشنا في عميل الاندومي، ويعني بعد ما تخلصي تيجي تساعدينا في غسيل الاطباق. فبتقول له في ايه يا عم، وانا من ساعه ما اشتغلت عندكم هنا لا في راحه ولا بالراحه، انا حاسه انكم اشتريتوني. فبيقول لها ما تخافيش هنزود لك المرتب يا بنت ساره، بس ساعدينا وحياه امك انت بتعملي كل حاجه كويس قوي. وبتروق الاوضه وبعد ما بتخلص بتروح لكريشنا، بس كريشنا بتقول لها استنى وليا اوعي تخش. وبتجيب لها كمامه وبتقول لها المكان هنا بيخضع لاعلى درجات التعقيم والتطهير بالصلاه على النبي علشان جوده ونظافه الاكل يا بنت ساره. فساره بتقول لها للدرجه دي بتهتموا بالاكل؟ فكريشنا بتقول لها لسنا وحيدون ولكننا متميزون بالصلاه على النبي. وكريشنا بتعلمها ازاي تشكل الاندومي، وبالفعل البت ساره بتقدر تتعلم التشكيل بكل سهوله. وكريشنا بتقول لها الله ينور عليك يا بت ساره، شكل الايد البشريه احسن من ايد النمور برضه. وساعتها يابا كريشنا بتسمع ان في حد بره بيعمل مشكله، وبالفعل يابا بيطلع ان في واحد فاتح لايف على التيك توك وعمال يقول كبسوا كبسوا، كله يضغط على وشي 10 مرات، وبيقعد يصور في عجوه وبينرفزه عشان خاطر المشاهدات تزيد. فالمدير مش بيجيله وبيكشر عن انيابه وبيقول له ممنوع التصوير هنا يا ولي. وبالفعل الواد بيخاف منه، ولكن اول ما بيلاقي المشاهدات زادت والناس عماله تكبس فبيقرر يكمل اللايف بالصلاه على النبي. وفستق بيجري وبيقول الحقينا يا كريشنا، انقذينا يا اختي، احنا قطط صغيره غلابه ولكن انت نمر كبير. بس ساعتها ساره بتقول له اظن ان دي مش فكره جيده. فكريشنا بتقول لها ليه بس؟ وفستق بتقول لها يعني نسيبه يقعد يصور فينا كده ويزعج الزباين؟ ده احنا كده الناس كلها هتمشي وبيتنا هيتخرب. فبتقول لهم اللايفات ديت لو ظهرت فيها كريشنا ده هيزود المشاهدات يا ولي، والناس هتتحمس اكتر، وساعتها الواد الحقير دوت مش هيوقف تصوير. ففستق بيقول لها طب وايه الحل يا ساره، احنا مستقبلنا بيضيع. فبتقول له اتصل بالشرطه ولا فستق وانا هعرف اتصرف ازاي مع الاشكال الزباله دي. والحقير دوت بيبقى عمال ينرفز في مشمش عشان خاطر المشاهدات تزيد، وبيقول له انا بسببكم جالي دعم قد كده يا ولي، اتنرفز اكتر يا عم القطه واعمل اي حركه. وساعتها البت ساره بتيجي باللبس التنكري وبتقول له لو سمحت انت بتضايقنا وبتزعج الزباين، توقف عن التصوير. فبيقول لها لا طبعا انا نزل لي دعم وفلوس كتير في اللايف، ده انا هاجيلكوا كل يوم هنا واقعد اقرفكوا. فالبت ساره بتقول له نفس الجمله تاني وبتقعد تكررها ومش بتقول اي كلام غير الجمله دي. وساعتها الناس اللي في اللايف بتقول له احنا زهقنا يا عم انت ممل قوي، وبيبتدوا يابا يطلعوا من اللايف بالصلاه على النبي. ومش بيقول له اتفضل بقى يا ولي اطلع بره، ده انت حتى ما طلبتش طبق اندومي من ساعه ما دخلت المحل يا معفن. فالولد الحقير بيقول له انا عاوزك تتنرفز اكتر يا عم مشمش. وساعتها يابا بيجي راجل شكله خطر والواد بيكون خايف منه جدا وهيعملها على روحه، والراجل دوت بيقول له تعالى معايا يا ولي عاوز اقول لك كلمتين على انفراد. وساعتها يابا القطط بيدوا تذاكر مجانيه للزباين انهم يقدروا يجوا ياخدوا وجبه ببلاش في اي يوم من
اسبوع. وساره بتخش الاوضه وكريشنا بتقول لها انت كنت رائعه، وساره بتسالها مين الراجل اللي فيه جرح في وشه ده يا بت كريشنا. فكريشنا بتقول لها ده جاسر، ده اللي ماسك الشؤون القانونيه بتاعت المطعم يا بت ساره. فبتقول لها بس هو شكله خطر ليه كده، هو بيشتغل في الاعمال المشبوهه او حاجه؟ فبتقول لها لا اعمال مشبوهه ايه، ده هو بس عنده معارف وعلاقات كتير، ده هو اصلا بيشتغل ظابط يا بت ساره، وبيشتغل محامي ومحقق بالليل. وساعتها جاسر بيخش المحل وبيقول له اي خدمه عم مش خلصتكم من الواد الكلب الخسيس ده. وساعتها لوزة بتيجي وبتحضنه، وواضح ان الكل بيحب. وبتبدا الحلقه لما بنشوف مش بيفتح المطعم، والبت ساره بتكون وصلت برضه، فبيقول لها جيتي بدري النهارده يا بت ساره. فبتقول له ما انا عاوزه اوريكم حاجه مهمه بالصلاه على النبي. ولما بتخش يابا بتوريهم الاعلان اللي هي عملته للطبق المخصوص اللي النمره كريشنا بتصنع الاندومي بتاعه بنفسها. والقطط بتقول اوعى التصميم الفشيخ اللي يعجب الصغير والشيخ، ادي جامد يا عم حامد. وساره بتقول لهم بصراحه انا دقت الطبق اللي كريشنا بتعمله وكان رائع وجامد جموده، ولكن هي قالت لي يابا ان مفيش طلب عليه، علشان كده يابا انا فكرت اعمل الاعلان دوت ونحطه على باب المحل بالصلاه على النبي. ومش بيقول لهم شايفين الافكار اللي هي من الدماغ الذهبيه، وبيقول لها بس لازم نوري الاعلان دوت الاول لكريشنا. وساره بتروح وبتقول لكريشنا ايه رايك يا بت يا كريشنا؟ بس كريشنا بتقول لها ايه الاحراج ده يا اخوانا، انا نمره محترمه، لا يا ست انا مش عاوزه الاندومي اللي بعمله يتباع. والقطط بتقول يا خساره ده كان هيحقق مبيعات خرافيه. ولوزة بتقول لساره يلا سرحي لي بسرعه. وطبعا كلنا عارفين ان لوزة معترضه على توظيف البت ساره، لان ساره اصلا جدتها هي اللي باعت المحل للقطط. ولوزة شايفه يابا ان ساره بتشتغل بالواسطه وان حياتها سهله لانها بشريه، ولكن بيحصل يابا اكتر من موقف بياكد للوزة ان ساره فعلا مجتهده. ولوزة بتقول لساره انت بتعرفي تصممي؟ فبتقول لها انا كنت بشتغل في شركه اعلانات بالصلاه على النبي، بس لما كنت بحاول ابدع او اجدد في اي حاجه كانوا بيزعقوا لي وكانوا بيقولوا لي ان انا مش مسموح لي افكر واعمل المطلوب مني وبس. وواضح كمان يا لوزة ان كريشنا زعلت لما حاولت اعمل حاجه جديده. فلوزة بتقول لها التصميم بتاعك مش وحش، تعالي ورايا يا بت ساره. ولوزة بتخش وبتقول انت يا وليه اللي اسمك كريشنا ازاي ترفضي تزودي مبيعات المحل ده، انت ليلتك سودا وكل دوت عشان خاطر مكسوفه. وكريشنا بتخاف من لوزة جدا لان واضح ان لوزة شخصيتها قويه ومفتريه. وكريشنا بتقول لها حقك عليا يا لوزة يا اختي، انا استاهل ضرب الشبشب المقطوع على دماغي، لكن هدي نفسك يا اختي. فلوزة بتقول لها تصميم ساره حلو يا بت كريشنا وهنحطه على باب المطعم. فكريشنا بتقول لها لو عاوزاني اطبع الاعلان على وشي هطبعه. وساره بتقول واضح ان لوزة قويه ومفتريه، وبتروح لكريشنا عشان خاطر تنقذها من لوزة، وبتقول خلاص كريشنا هتوافق على الاعلان مش صح برضه يا كريشنا؟ فبتقول لها امال طبعا انا موافقه على اعلانات العالم كله، ده انا خلاص قررت امشي في الشارع بعد صلاه الجمعه كل اسبوع اوزع اعلانات بالصلاه على النبي. واللوزة يابا بتسيبهم وبتروح تجهز المطعم بالصلاه على النبي. وساعتها ساره بتقول لها كتر خيرك يا معلمه لوزة، ما نتحرمش منك ابدا يا اختي. فبتقول لها على فكره انا عملت كده لصالح المحل. وفستق بيبص لها وبيقول في سره ربنا على المفتري والظالم. ولوزة بتقول له انت بتبص لي كده ليه يا ولي، في حاجه؟ فبيقول لها لا ابدا، ده جمالك مدوخني بس مش اكتر. والزباين يابا بتخش المطعم وبيبقى فيه زحمه، وبعد لما بيخلصوا الكل بيبقى تعبان جدا لدرجه ان المدير مش بينام في مكانه. وفستق بيقول لها مش مهم تسرحي لي يا بت يا ساره، انا عاوز اخش انام. بس لوزة الخلبوسه بتقول لها لا انا عاوز اسرح بالصلاه على النبي. وبيجي اليوم اللي بعده يابا والمحل بيكون زحمه كالعاده. ولوزة بتقول قرب يا هانم قرب يا بيت، طبق الاندومي ب5 جنيه. وعجوه بيقول الاندومي بالفراخ هيخليك تعمل دماغ، لم علينا عبيدك يا رب. وفي واحد بيطلب طبق الاندومي اللي كريشنا بتعمله، والولا عجوه بيجيبهوله، ولما بيدوقه بيتفاجئ جدا وبيقول ده رائع، ده ممتاز، ده جامد يا جدعان. والراجل بيخلص الطبق وبيسأل هو الطبق دوت اتعمل ازاي، الاندومي اللي فيه مش زي اندومي بنشتريه من اي سوبر ماركت بالصلاه على النبي. فساره بتقول له النمره كريشنا هي اللي بتصنع الاندومي من البدايه بنفسها، احنا ما بنشتريش اكياس اندومي من بره. وعجوه بيقول له مش هو اللي بياخد الاندومي وبيسويه بالصلاه على النبي. وساعتها يابا الراجل بيقول كل حاجه رائعه تماما، بس انت ليه يا ولي مش بتستخدم البصل وبتبدله بالكرفس الصيني؟ فالمدير بيقول له لان البصل يعتبر سم للقطط يا عم الحاج، ده حتى انا مش بدوق الاكل اللي بعمله لان في ملح وبعض التوابل والخضروات اللي بتسبب حساسيه للقطط بالصلاه على النبي. فالراجل بيتصدم وبيقول له بتعرف ان طعم الاكل مظبوط ازاي يا ولي؟ فبيقول له باخد معلقه من شوربه الاندومي واخففها على كوبايه ميه، وبعد كده بدوقها وساعتها بقدر اعرف الاكل مظبوط
ولا لا، وكمان بعتمد على حاسه الشم عندي بالصلاة على النبي. فالراجل بيقول له بس عشان تخفف معلقه على كوبايه ميه عشان تقدر تحكم على الاكل مظبوط ولا لا، ده محتاج مهاره عاليه جدا يا ولي. فمش بيقول له ربنا يخليك يا بيه والله. والراجل بيقوم يحاسب على الاندومي وبيقول المعنى الحقيقي لفنون الطبخ بيتطبق هنا. الطبخ فن وترفيه، والناس هنا مش بتيجي عشان تملى بطنها. اي اكله ممكن تملى معدتك بالصلاه على النبي، ده حتى الخبز الحاف ممكن يعمل كده، ولكن الناس بتيجي هنا عشان خاطر الترفيه والذكريات الحلوه والابداع والطعم المثالي. والراجل بيمشي، وساعتها فستق بيقول لي مش انا ما فهمتش حاجه يا مدير، ولكن مش بيقول له شكل الراجل دوت مش عادي يا ولي. وبنشوف كريشنا وهي قاعده بتتابع الاخبار بالصلاه على النبي، وبيكون الراجل دوت يابا من افضل الطباخين في العالم، وعنده اشهر مطعم في اليابان كلها. وبيجي يوم اللي بعده، وساره لما بتخش المحل بتشوف واحد مقنع، فبتفتكره حرامي وبتصرخ وبتقول له يا عم والنبي يا عم انا شغاله هنا ولسه والله ما قبضتش المرتب بتاعي، سيبني امشي يا رب ابوك يحج. وفستق بيقول لها اهدي بس يا بت ساره، ده بتاع الصيانه وهو لابس كده لان عنده حساسيه من القطط بالصلاه على النبي، وهو هيصلح غساله الاطباق اللي مش شغاله ويمشي. انا قلت يعني نشغلها عشان تسهل عليك. وساعتها ساره بتقول له ربنا يخليك يا فستق والله انت اللي بتحس بيا، انا هروح اسرح لعجوه عقبال ما تخلص. وعجوه بيقول لها سلام يا سلام على النعمه، انا شغال في المكان عشان خاطر ال10 دقايق اللي بتسرحي لي فيهم يا بت ساره. ولوزا وكريشنا بيقولوا نفسنا نشوف الولا يزن بتاع الصيانه ده، الناس بتقول انه وسيم جدا بس للاسف ما بيقدرش يخلع القناع لان عنده حساسيه شديده من القطط. يا رب يا بت ساره يكون من حظك ومن نصيبك ويتجوزك يا ساره، ده ولا مؤدب وامور وكيوت. وبعدها ساره بتطلع عشان يزن يعلمها ازاي تشغل الغساله بالصلاه على النبي، ويزن بيقول هتوكل على الله لان وراه شغل كتير. وساره بتبص بتلاقي انه ناسي حاجه من الادوات بتاعته، فبتروح تناديه وبتديها له، وبيقول لها كتر خيرك والله يا انسه. وساره بتحس انه بيفكر في حاجه مضايقاه، فبتقول له مالك يا برنس، فبيقول لها نفسي ادوق الاكل عندكم يا بت يا ساره والله، ولكني ما اقدرش اقلع الماسك ده. فساره بتقول له من عينيا الجوز ومناخير اللوز، وعلى فكره يا بت يا ساره دي كلمتي. والبت ساره بتروح تجيب له احلى طبق اندومي لحد عنده بره المكان، ويزن يابا بيخلع الماسك. وساره بتقول ايه ده يا جدعان، ده الواد طلع مز وحليوه، وكل اللي في المحل بيلزقوا وشهم على الازاز عشان خاطر يشوف الواد يزن، وبيقولوا اكيد امك نحله يا ولي عشان تجيب العسل ده كله. والمدير بيقول لهم اخشع يا ولي اخشع يا ولي انت وهي ولموا نفسكم، احنا مطعم محترم روح امك انت وهي. ولوزا بتقول له يا ريتني كنت انسانه، ولو انت من قله نور وبتحبني انزل اعمل لايك للفيديو يا ولي. وفي يوم اللي بعده يابا بنشوف فستق وهو بيقول سلام عليكم يا بت ساره، انا شايفك بتغسلي بايديكي ومش بتستخدمي غساله الاطباق بالصلاه على النبي. فبتقول له بستخدمها عم فستق بس في حاجات معينه لازم اغسلها بايدي الاول. ومش بيقول لها انا بجهز الاندومي عشان نتغدى سوا يا بت ساره، عاوزاه بطعم ايه بالصلاه على النبي. وساعتها ساره بتسكت ومش بتتكلم، ومش بيقول لها اكيد زهقتي من الاندومي اللي بنعمله علشان بتاكليه دايما يا بت ساره. وساره بتقول له لا طبعا عم مش تف من بقك ما تقولش كده، وبعدين يا عم مش انت بتعمل اندومي باطعامه بطرق مختلفه كتير، بتعمل اندومي بالصلصه واندومي مقلي واندومي بقطع الفراخ واندومي بقطع السجق والهمبرجر، ولكن بس هي الفكره اللي انا من حلاوه الاندومي باكل كتير جدا، وبصراحه يعني وزني زاد قوي الفتره الاخيره ومش لاقي هدوم على مقاسي يا عم مش وشكلي هتجه للاوفر سايز بالصلاه على النبي. فمش بيقول لها ولا يهمك يا بت ساره، انا هعمل لك اندومي دايت بالصلاه على النبي وصحي ومغذي. وعجوه بيقول له الله عليك يا مدير مفيش حاجه تقف قدامك يا معلمه. وبالفعل يابا بيعملوا الاندومي وبيقعدوا ياكلوا سوا. ولوزا بتقول انا ملاحظه ان الزباين زادوا بعد لايف التيك توك بتاع الواد الرخم اللي كان عمال يستفز فينا عشان يعصبنا. فكريشنا بتقول لها عندك حق يا بت يا لوزا، هو كان عاوز يفضحنا بس ربنا نصرنا. والمدير مش بيقول كده احنا خلصنا الفتره الصباحيه من المطعم بالصلاه على النبي، نريح لنا ساعتين بقى قبل لما نبدا الفتره المسائيه لان الزباين بيبقوا اكتر يا ولاد. وعجوه بيقول يا سلام يا جدعان، ساعتين النوم اللي واحد بياخدهم في نص اليوم دول هم اللي مخلياني اكمل حياتي بكل نشاط وحيويه. وفستق بيقول لها بت ساره لو
عاوزه تنامي تعالي جنبنا وما تتكسفيش. فساره بتقول له اخلص بس شويه غسيل مواعين واجي اريح شويه يا عم فستق. وبنشوف البت ساره بعد ما خلصت غسيل مواعين وهي داخله تتسحب لان كلهم نايمين بالصلاه على النبي، ولكنها مش بتنام وبتقعد تتفرج على لايف تيك توك وكبسوا كبسوا. وساعتها يا رب كريشنا بتصحى وبتقول لها القعاد على التيك توك مش راحه. فساره بتقول لها امال اعمل ايه في وقت الراحه يا كريشنا؟ فكريشنا بتقول لها النوم يا بت يا ساره. وساعتها يابا كريشنا بتاخد ساره في حضنها وبتنام بالصلاه على النبي. وساره بتقول يا اخوانا ايه ده؟ كريشنا دافيه ومنفوشه، كريشنا دافيه ومنفوشه وبتساعد على النوم بشكل غريب جدا. يا ريتني اخدها معايا البيت. وبالفعل يابا البت ساره بتروح في سابع نومه. ولو انت من عيله نور وبتحبني انزل اعمل لايك للفيديو يا ولي، عايزين نوصله 2000 لايك بالصلاه على النبي، وانزل اشترك في القناه وانضم لعيله نور. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده، سلام.